السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل القشطوطة بطريقة سهلة وبسيطة. هنجيب 5 بيضات، معلقة خل، ومعاها كيسين فانيليا، كوباية ونص سكر. يلا قبل ما نبدأ نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ضربتهم بالمضرب جامد لحد ما الخليط بتاع الكيكة فتح زي ما انتم شايفين كده، ونزلت عليها بكوباية الزيت وفضلت اضرب فيها لحد ما اول ما حطيت الزيت فضلت اضرب لحد ما الخليط تقل معايا. نزلت عليها بكوبايه اللبن، 3 كوبايات دي معاها كيس بيكنج باودر ورشه صغيره ملح، ونزلت بنص الخليط الدقيق ضرب مبرح، وبعد كده قمت نازله بالنص التاني الدقيق، قمت ماسك دهناها زيت بالفرشه، وبعد كده نزلت الخليط كيكه قبل ما تبداوا مولعه الفرن على درجه حراره 200، ودخلتها الفرن 45 ل 50 دقيقه. هنا هنحضر معانا الكراميل، كوبايه سكر، ربع كوبايه ميه، والكراميل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونزلت عليها بالزبده. هنا خدت معلقه زبده كده، وهنا نص كوبايه لبن معاها معلقتين نشا، ونزلت عليهم على طول في الكراميل. وهنا معايا خله فضلت انزل فيها كده افرغ الكيكه كده عشان خاطر اسقيها كوبايه لبن. وبعد ما سقيتها كوبايه اللبن بنحضر الكريم شانتيه وهنا معايا كوبايه كريم شانتيه وكوبايه لبن، دوبتهم كلهم في قلب بعضيهم، وبعد كده نزلت عليهم بكوبايه كريم شانتيه، وهنا احتجت معلقتين تاني كريم شانتيه، وبعد كده جهز معانا الكريم شانتيه. محضره الكريم شانتيه، وكده الكريم شانتيه جهز معانا. اول ما يعمل منقار كده يبقى ايه الكريم شانتيه عندنا مظبوط. قمت ماسكه الصينيه دهنتها زي ما انتم شايفين كده، ومسكت الكريم شانتيه سويته بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده قمت نازله عليه بالكراميل. هنا مش عارفه الكراميل اللي مسك معانا شويه، ممكن تدفيها وبعد كده تنزلي عليها. هنا انا كنت مستعجله حطيتها على طول، انتهى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. كانت طعمها تحفه وجميله، جربوها مش هتندموا. اللهم بارك، كان طعمها تحفه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي متابعيني من انهي بلد. وكده بعد ما خلصنا القشطوطه معانا كده معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكده بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعت النهارده، وده الشكل النهائي القشطوطه. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. استنوني الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.